بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي الحلوين شطار الصف الرابع، أهلا بكم ومرحبا مع كنوز الرياضيات ومس سحر صبري. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. ان شاء الله النهاردة هنبتدي مع اول درس واول فيديو عن الترم التاني. طبعا الكل يستعد طبعا، ويا ريت كلكم تكونوا مستعدين للترم التاني، والترم التاني ان شاء الله هيبقى سهل جدا وكويس جدا. بس اهم حاجة ان انت تكون حافظ الجدول، لاننا برضو هنحتاجه الترم ده كويس قوي. يلا مش هطول عليكم، بس ما ننساش الاشتراك في القناة وعمل اللايك ومشاركة للفيديو عشان يوصل لكل الناس وكل الشطار حبايبي الدكاترة المهندسين الصف الرابع. يلا بينا نبتدي مع اول درس. الترم التاني ان شاء الله بيتكلم عن الكسور. على فكرة هتلاقي الموضوع سهل جدا، والكسور طبعا انت درستها في سنة تالتة، بس طبعا هندرسها بتوسع الترم ده ان شاء الله. قبل طبعا لما ادخل على طول على اول درس هراجع كده مراجعة صغننة عن الكسور. طبعا الكسر انت اخدته وعرفت في سنة تالتة يعني ايه كسر اصلا، وبرده هنعيده مع بعض دلوقتي. اولا الكسر يعني ايه كسر؟ الكسر ده هو اجزاء من الكل، وهنفهم دلوقتي يعني ايه كلمة اجزاء من الكل. طبعا انا بيبقى عندي مثلا حاجة، مثلا دائرة او اي حاجة انا جيت قسمتها اجزاء. تمام، الاجزاء اللي انا مقسماها دي الجزء اللي انا هظلله هو ده اللي بنسميه الجزء المظلل، اللي بنسميه البسط. اما الاجزاء كلها اللي هو العدد الكلي ده بنسميه المقام. فعندي الكسر بيتكون من عددين، العدد اللي فوق اسمه بسط، والعدد اللي تحت اسمه مقام، وطبعا بينهم شرطة بنسميها شرطة كسر. طبعا العدد اللي فوق اللي هو اسمه البسط ده بيبقى عبارة عن الجزء المظلل، اما المقام ده بيعتبر عن الكل، بيبقى هو الكل. تمام، فمثلا انا عندي دائره دلوقتي انا مظلله دلوقتي كام حته؟ واحده، يبقى الجزء المتظلل فوق اللي بنسميه البسط اللي هو الواحد، وتحت اللي هو الكل اللي هي عدد الاجزاء كلها. انا عندي هنا كام جزء؟ 4، يبقى انا عندي الكسر ده هيسمى ربع. يسمى ايه؟ ربع. زي دي برضو انا عندي دائره او بيتزايه او اي حاجه انا قسمتها كام جزء؟ جزئين، فالجزئين اللي هو الكل هنحطه تحت في المقام. طب انا مظلله كام حته؟ حته واحده، يبقى فوق واحد، ده اسمه ايه؟ نص. اسمه ايه؟ نص او نصف يعني. تمام، يبقى احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه كسر، هو اجزاء من الكل وبيتكون من عددين. العدد اللي فوق اسمه بسط، وده بيعتبر عن الاجزاء، بيعبر عن الاجزاء المظلله المتلونه. اما اللي تحت اسمه مقام، وده بيعبر عن عدد الاجزاء كلها الكل. طيب نشوف بقى مثال مع بعض ونشوف هنعمل فيه ايه. اول حاجه عندي انا رسمه لك هنا كذا شكل، وبقول لك نعرف مع بعض عدد الأجزاء المتظللة أو المتلونة، عدد الأجزاء المتساوية اللي هي الكل، إزاي أكتبها في شكل الكسر الاعتيادي اللي هو بيتكون من بسط ومقام، وإزاي أكتبه بالصورة اللفظية. نشوف كده مع بعض بسم الله. أول حاجة الشكل ده عدد الأجزاء المتظللة، المتظللة كام واحد؟ برافو عليكم، واحد، حتة واحدة. طيب عدد الأجزاء المتساوية أنا عندي هنا كام جزء؟ 3، برافو. طيب صيغة الكسر الاعتيادي أكتبها إزاي يا شطار؟ نشد شرطة كسر، نكتب فوق الجزء المتظلل ونكتب تحت العدد الكلي. طيب ده بنقرأه إزاي؟ ثلث، يبقى الصيغة اللفظية نكتبها بالحروف ثلث. تمام، نشوف اللي بعده. ها أنا هنا ملونة كام حتة؟ حتة واحدة. طب هما كام جزء؟ 4، نعدهم 1 2 3 4. طيب أكتبها إزاي؟ يبقى 1 على ال4، اسمها إيه دي؟ ربع، أكتبها بالحروف ربع. طيب اللي بعده عندي هنا كام حتة متلونة؟ 1 2 3 4. طب هما كلهم كام؟ 1 2 3 4 5 6، هكتب 6، يبقى 4 على 6. يتقري ازاي بقى؟ ازاي اعبر عنه بالصيغه اللفظيه؟ بنقرا البسط الاول، البسط هنا اسمه ايه؟ 4 وتحت اسداس.
يبقى 4 أسداس. ماشي، 4 أسداس. تمام؟ في أي مشاكل؟ دي مراجعة، كانت مراجعة بسيطة صغننة عن الكسور. طيب نشوف مثال كمان عشان تفهم أكتر. تعالوا كده هنختار مع بعض الكسر المناسب. هنا انا مظلله كام حته؟ واحده. طب هما كلهم كام؟ 1 2 3 4. يبقى الكسر ده اسمه ايه؟ ربع. برافو عليك. اللي بعده انا ملونه حته وهما حتتين، يبقى اسمه انهي فيهم؟ نص. طب هنا ملونه كام حته؟ 1 2 3. طب هما كلهم كام؟ 4. يبقى اسمها 3 ارباع. طيب اللي بعده ملونه حته وهما 3، يبقى 1 على 3. تمام؟ طيب اللي بعده ملونه كام حته؟ نشوف برضو مع بعض. 1 2 وهما 3. طبعا هنا عشان تبقى واضحه بالنسبه لكم، انا هنا ملونه جزئين من 3، يبقى ثلثان. طيب هنا كام حته؟ 1 2 3. طب هما كلهم مع بعض 5، يبقى 3 أخماس. هنا 1 2 3 4 5 6. طب انا ملونه كام؟ 4 من 6. فهمنا الكسر ازاي اكتبه وازاي نقراه. زي ما قلت لك نقرا البسط، واللي تحت طبعا لو كان 3 بنقول عندي نص، تلت، ربع، خمس. لو كان مثلا 2 على 3 نقول ثلثان. لو كان 3 على 4 نقول 3 ارباع. 3 على 5 يبقى 3 أخماس. يعني المقام عندي لو 5 نقول أخماس، لو 6 نقول أسداس، لو 7 نقول أسباع، لو 10 نقول أعشار، وهكذا. تمام؟ تمام. طيب كده احنا عملنا مراجعة بسيطة صغننة على الكسور اللي انت درستها قبل كده. نبدأ بقى أول 3 دروس عندي هناخدهم النهارده مع بعض لأنهم بساط صغننين جدا. عندي أول 3 دروس بيتكلموا عن هيا نبني ونحلل، والمزيد من التحليل ازاي أحلل. نشوف مع بعض. قبل ما نبدأ على طول نعرف الأول يعني إيه كسر الوحدة. في حاجة عندي اسمها كسر الوحدة. طيب يعني إيه كسر الوحدة ده يا شطار؟ كسر الوحدة ده هنلاحظ دايما إن البسط بتاعه بيكون دايما واحد. الكسر بتاعه بيكون واحد، عشان كده إحنا بنسميه كسر الوحدة. زي النص، التلت، الخمس، الربع، الثمن. هنبص للبسط نلاقيه بإيه؟ بواحد. أول لما ألاقي عندي البسط بواحد ده بنسميه كسر وحدة. ده بنسميه ايه يا شطار؟ كسر الوحدة. طيب ازاي احلل بقى الكسور الى كسر الوحدة؟ هو ده اول حاجة. ازاي احللها؟ عندي مثلا لو جيت قلت لك حلل الكسور الآتية، عايزة احلل ال5 أجزاء الى كسر ايه؟ كسر الوحدة. طب يا ميس سحر حضرتك قلتي، انت قلتي كسر الوحدة ان البسط عندي بيكون بواحد. طب المقام بيبقى زي ما هو. فانا دلوقتي لو عايزة ال5 أجزاء دي هتساوي كام من كسر الوحدة؟ برافو عليكم 5. ازاي؟ هيبقى 1 على 9 زائد 1 على 9 زائد 1 على 9 زائد 1 على 9 زائد 1 على 9. يبقى أنا عندي ال5 دي كام واحد؟ 5. كام واحد؟ 5. يبقى 5 أجزاء عبارة عن تسع وتسع 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 وتسع. فلما يجي يقول لك حلل إلى كسر الوحدة، البسط بس خلي بالنا البسط هو اللي بحلله، لان قلنا كسر الوحده ان البسط بتاعه بواحد. فانا هخلي ال5 دي كام واحد؟ برافو عليكم 5. 5 وحدات. يبقى 5 وحدات، لكن المقام بيبقى زي ما هو. المقام ينزل زي ما هو 9، وال5 دي احللها ل5 وحدات. عشان كده يا شطار دايما كنا بنقول ان الواحد الصحيح لما يجي يقول لي الواحد الصحيح كام نص؟ برافو عليكم نصين. طب كام ربع؟ 4. طب كام خمس؟ 5. طب كام سدس؟ 6. ليه؟ لان الواحد الصحيح انا لما باجي اقسمه، عايزه اقسمه كام سدس اللي هو كسر الوحده، بيبقى عباره عن 6 اسداس. فلما اجي اقول لك كده الواحد الصحيح كام خمس؟ 5 أخماس. كام سدس؟ 6 اسداس. كام سبع؟ 7. كام تم؟ 8. كام عشر؟ 10، وهكذا. يبقى الواحد الصحيح عبارة عن كام؟ نص، نصين. كام تلت؟ 3. كام ربع؟ 4. كام خمس؟ 5، وهكذا. يبقى لما نيجي نحلل أي كسر عندي أحلله لكسر وحدة، كل اللي عليه تشد شرطة كسر، والبسط اللي عندي ده
اقسمه لوحدات لان انا عايزاه كسر وحده، يعني بسطه يكون بواحد. طب التمانية دي كام واحد؟ 8 وحدات. فانت هتيجي تقول واحد والمقام ينزل زي ما هو 11 زائد واحد على 11 زائد واحد على 11 زائد واحد على 11 واحد على 11 واحد على 11 1 2 3 4 5 6 نعمل كمان وحدتين. تمام؟ برافو عليكم. طيب 6 أسباع برضو احللها لكام؟ برافو عليكم. انا سامعه حد بيقول الستة دي عباره عن 6 وحدات. برافو. هنعمل 6 وحدات والمقام ينزل زي ما هو، فيبقى 1 على 7 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 1 على 7. تمام؟ يبقى ده تحليل الكسور لما يجي يقول لي لكسر الوحده. لاحظتوا ايه بقى يا شطار؟ مين يقول لي؟ برافو عليكم. لاحظنا ان عدد كسور الوحده، عدد كسور الوحده لاي كسر بتساوي ايه؟ برافو عليكم، بتساوي البسط بتاعه. يعني ايه؟ يعني مثلا الخمس اجزاء كده لما انا حللتها لكسر الوحده، عدد كسور الوحده تعال نعدهم كده 1 2 3 4 5 يساوي ايه؟ البسط عندي ب5. هنا برضو البسط 8. طيب تعالوا نعد كده كام كسر وحده عندي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى في ملحوظه هامه جدا جدا يا شطار لاحظناها. ايه هي الملاحظه اللي احنا لاحظناها؟ ان عدد كسور الوحده المكونه لاي كسر عبارة عن بتساوي بسط الكسر بتاعه. يبقى عدد كسور الوحدة المكونة لأي كسر بتساوي بسط الكسر. يعني مثلا لو جيت قلت لك عايزة عدد كسور الوحدة الكسر 4 أخماس، انت عندك البسط هنا بكام؟ ب4، يبقى عدد كسور الوحدة ب4. طيب قلت لك عدد كسور الوحدة للكسر 7 أسماء، تشوف البسط هنا بكام؟ ب7، يبقى عدد كسور الوحدة ب7. شفتوا بقى؟ شفتوا كده الملحوظه الجميله اللي احنا لاحظناها دي مع بعض؟ ممكن تجيلي في اكمل او اخضر يقول لك عدد كسور الوحده لاي كسر، اقوله لك عدد كسور الوحده مثلا ل3 أخماس، يبقى انا ابص للبسط، البسط عندي كام؟ 3، يبقى عدد كسور الوحده ل3 أخماس 3. فهمنا مع بعض كسر الوحده؟ تمام. ننقل على اللي بعده. طيب يا ترى يا مس صح، احنا دلوقتي فهمنا ازاي احلل لكسر الوحده، بس هل يا ترى انا ممكن احلل لكسر الوحده بس؟ لا طبعا، انا ممكن احلل باكتر من طريقه. ازاي بقى يا شطار؟ احنا اتفقنا لما نيجي نحلل بننزل المقام، لما باجي احلل انزل المقام زي ما هو. طب البسط بقى عادي، البسط اعمل فيه ايه يا شطار؟ البسط بنيجي نحلله ازاي بقى؟ افكر في عددين او اكتر، مش لازم عددين، ممكن اكتر من عددين يكون مجموعهم يساوي البسط، يكون مجموعهم يساوي البسط. طب ازاي؟ تعالوا نشوف مثال مع بعض. مثلا قلت لك الاربع اجزاء، انت حللها لي باكتر من طريقه. لو انا هحللها لكسر الوحده هتبقى 1 على 9 1 على 9 9 زائد 9 زائد 9 زائد 9 4. طيب لو انا عايزه احللها بطريقه ثانيه اعمل ايه يا شطار؟ انزل المقام زي ما هو 9 والاربعه دي افكر لها كام زائد كام يديني 4. برافو عليك. وانا سامع حد بيقول لي 2 و2. برافو. هقول 2 على 9 زائد 2 على 9. باشمهندس تاني راح قايل لا، ما انا ممكن اقول 3 و1. اقول له برضو برافو عليك، دي طريقه تانيه. الاربعه عباره عن ايه؟ 3 زائد 1 او 1 زائد 3. فهمنا مع بعض؟ يبقى ممكن احلل الكسر باكتر من طريقه، مش لازم كسر الوحده بس. ازاي احلله باكتر من طريقه؟ ان انا انزل المقام زي ما اتفقنا في التحليل، انزل المقام زي ما هو واحلل البسط. احلله ازاي؟ عن طريق ان احنا نفكر مع بعض في عددين او اكتر يكون مجموعهم البسط اللي انا عايزه احلله. تمام. تعالوا نشوف تدريب مع بعض. حلل الكسور الآتية ب3 طرق. عايزين نحللها
يلا مع بعض بسم الله. هسيب لك طبعا في كذا، اسيبه لك بقى انت تحلله. 5 اسباب عايزه احللها باكتر من طريقه. طيب احللها ازاي يا شطار؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه نعملها، مس سحر قالت هنزل المقام زي ما هو. برافو، هنزل المقام. طب الخمسه دي كام زائد كام؟ برافو، 2 زائد 3. ادي طريقه. يبقى الطريقة الأولانية الخمسة أنا قلت 2 زائد 3. برافو، والمقام نزل زي ما هو. طيب واحد تاني راح قايل لأ أنا مش هقول كده، ما هو في 1 زائد 4، أقول له برافو، هننزل المقام زي ما هو. والخمسة دي ممكن أقول 1 و4، 1 و4 5. برافو. واحد تاني راح قايل لأ أنا مش هقول كسرين بس، أنا هقول 3 كسور مع بعض. براحتك، راح قال أنا ممكن أقول 2 على 7 زائد 2 على 7. 2 و2 كام؟ 4. فاضل كام عشان اوصل للخمسة؟ 1 على 7. فانا حللت الخمسة هنا ل2 و2 و1. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ سهل جدا طبعا. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها. 8 على 11 عايزه احللها. نعمل ايه يا شاطر انت وهو؟ برافو عليك يا باشمهندس يا دكتور. سامع واحد بيقول هننزل المقام زي ما هو، اقول له برافو عليك. التمانية دي كام زائد كام يديني 8؟ 1 زائد 7. واحد تاني راح قايل لا انا ممكن اقول 3 زائد 5، اقول له والله براحتك. واحد تاني راح قايل لا انا ممكن اقول 4 و4، اقول له برافو عليك. واحد تاني راح قايل لا انا ممكن اقول 2 زائد 5 يبقوا 7، وزائد 1 كمان، اقول له برضو برافو. فبنحلل باي طريقه تعجبك، اي طريقه، المهم تبقى فاهم ان المقام ينزل زي ما هو والبسط هو اللي بيتحلل. اللي انا اجيب عددين او اكتر من عددين، 3 اعداد 4 اعداد زي ما انت عايز، بس اهم حاجه مجموعهم يساوي البسط. تمام؟ هسيب لك بقى 4 اجزاء انت تحلها كده. تمام، نشوف اللي بعده. بيقول لي ايه؟ تحتاج فتاة الى 3 أخماس لتر من اللبن لصنع فطيرة، فاذا كان لديها كوب سعته 5 لتر فان سوف تحتاج الى ان انا املي ملء الكوب كم مره؟ يا ترى هملي الكوب كم مره علشان اوصل ل3 أخماس؟ برافو عليكم، صلي كده على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. هي محتاجه كام؟ 3 أخماس. طب الكوب اللي عندي خمس، يبقى انا محتاجه كام خمس عشان اوصل ل3 أخماس؟ برافو عليكم، يبقى انا هملاه 3 مرات. ما هي 3 مرات يعني خمس وخمس وخمس. هو الكوب عندي خمس، طب انا عايزاه 3 أخماس. برافو عليكم، يبقى هنملاه كم مره؟ هملاه مره ومره ومره. العدد اللي يديني كام؟ 3، لانه هو سعته خمس، يبقى عشان اوصله ل3 يبقى انا هملاه 3 مرات. برافو عليكم. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ طبعا يا باشمهندس انت وهو ده تقييم على الدرس الاول اللي احنا قلناه ازاي نحلل لكسر الوحده او نحلل باكتر من طريقه. دي اسئله مع بعض. اول سؤال اكمل، بيقول لي عدد كسور الوحده في الكسر 4 أجزاء كام كسر؟ عدد كسور الوحده في الكسر 18. طبعا 8 البسط طبعا هو اللي بيتكتب الاول. الكسر المعبر عن الشكل ده قد ايه؟ الكسر الاعتيادي 3 أخماس مقامه بقد ايه؟ وطبعا اتفقنا ان الكسور اللي فوق اسمه بسط واللي تحت اسمه مقام. يا ترى الواحد الصحيح بيساوي كام؟ سبع. 5 على 9 بيساوي 9 زائد 9 زائد كام؟ اشوف ايه الرقم اللي هيتبقى لي يكمل لي البسط اللي هو 5. وهنا بيقول لي حلل الكسور التاليه او الاتيه بطريقتين مختلفتين. حلل باي طريقتين انت عايزهم. كسر الوحده او معاها كسر تاني، كام زائد كام يديني 9. اتمنى طبعا ان انا اكون بسطت لكم الموضوع، وكمان انا هتفق معاكم على اتفاق حلو جدا. ايه رايكم بقى يا شطار؟ في نهايه كل فيديو طبعا هيبقى فيه تقييم، ومش بس كده، في كمان حاجه عليك ان انت تذاكر جدول مع بعض. هنتفق ان كل مره في نهايه الفيديو ان احنا نذاكر مع بعض جدول، وليكن مثلا النهارده هنبدا بجدول 9. هنراجع مع بعض جدول
9. خلاص، يبقى يا ريت هتروح جايب كشكول هنستخدمه ونسميه مع بعض كشكول جدول الضرب. كشكول جدول الضرب هنبدأ مع بعض، تروح عامل مع بعض جدول 9. طبعا جدول 9 ليه أكتر من طريقة، في طرق كتير ليه جدا. طبعا هتيجي أنت تكتب من أول 9 في 1، 9 في 2، 9 في 3، 9 في 4، 9 في 5، 9 في 6، 9 في 7، 9 في 8، 9 في 9، و9 في 10. طبعا هنراجع مع بعض الجدول. هقول لك برضو طبعا كان في فيديو انا عاملاه للجدول، بس انا هقوله لك على طول. طبعا لما تيجي تضرب 9 في 1، اي رقم مضروب في 1 هو نفس العدد، دي ما فيهاش اي مشاكل. طيب في طريقه حلوه قوي الجدول 9 لما تيجي تكتبه. عايزه اضرب 9 في 2. 9 في 2 بكام؟ بصوا بقى، هي ليها اكتر من طريقه. اول حاجه الاتنين دي علشان اوصلها ل10 محتاجه كام؟ الاتنين دي محتاجه كام عشان اوصلها ل10؟ برافو عليكم، محتاجه ل8. تمام، محتاجه لكام؟ ل8. اروح هنا كاتبه ال8 ونقص من الاتنين 1، فبقت 9 في 2 ب18. نقول حاجه كمان 9 في 3، ال3 دي محتاجه كام عشان توصل ل10؟ 7 ونقص من ال3 1 بقت 2. شفتوا؟ نقول كمان مره 9 في 4. اعمل ايه يا شطار؟ ال4 دي محتاجه كام عشان توصل ل10؟ 6 ونقص من ال4 1 بقت 36. 9 في 5، ال5 دي محتاجه كام عشان توصل ل10؟ 5 ونقص من ال5 1 4. 9 في 6، ال6 دي محتاجه كام عشان توصل ل10؟ 4 ونقص من ال6 1 بقت 5. ال7 محتاجه كام عشان توصل ل10؟ 3 ونقص من ال10 من ال7 1 بقت 6. يبقى 9 في 7 ب 63. 9 في 8 محتاجه كام؟ 2 ونقص من ال9 1 8 1 بقت 7. يبقى 9 في 8 ب 72. تمام. طيب 9 في 9، ال9 محتاجه كام عشان توصل ل1؟ محتاجه كام عشان توصل لل10؟ 1 ونقص من ال9 1 بقت 8. شفتوا بقى الموضوع سهل ازاي؟ مش محتاج اي حاجه. طبعا 9 في 10 ليها اكتر من طريقه. 9 في 10 بنزل الصفر، 1 في 9 ب9 يبقى 90. دي مراجعه لجدول 9 يا شطار. انا قلت لك طريقه. جدول 9 من الجداول اللي ليه طرق كتير جدا جدا جدا، فحل باي طريقه تعجبك. وممكن برضو في طريقه تانية، ممكن اقول 9 في 2، الاتنين دي محتاجه كام عشان توصل ل9؟ توصل ل10؟ 8. تمام. طيب وفي نفس الوقت ال9 محتاجه كام عشان توصل ل10؟ 1. فطبعا في طرق كتيره جدا جدا، بس هي اسهل طريقه ان انت دايما تشوف العدد اللي مضروب في 9 محتاج كام عشان يوصل ل10 تكتبه ونقص منه 1. دايما اشوفه كام يوصل ل10 ونقص منه 1، وهكذا اشوفه كام يوصل ل10 ونقص منه 1. دايما انقص من العدد نفسه 1 واشوفه كام يوصل ل10. دي مراجعه بسيطه على جدول 9. يا ريت نعمل الكشكول فعلا مع بعض ونسميه كشكول جدول الضرب، ونحل مع بعض كل يوم جدول. النهارده راجعنا مع بعض جدول 9. المره الجايه ان شاء الله هنراجع مع بعض بقيه الجداول. يا ريت تجهز الكشكول والقلم ونبدأ نعمل مع بعض وتحل طبعا وتحفظ أول بأول. هتلاقي الدنيا بالنسبة لك إن شاء الله سهلة جدا جدا جدا، مش محتاجة أي حاجة. يا ريت بقى تحل الجدول دوت، تبقى مراجعة ليك بسيطة على جدول 9، وفي نفس الوقت طبعا التقييم اللي احنا قلناه مع بعض. ده التقييم وده جدول 9
مراجعه عليه. اتمنى طبعا ان انتوا تكونوا استفدتوا النهارده استفاده جميله جدا. ان شاء الله موعدنا مع الدرس الجاي وفيديو جديد مع كنوز الرياضيات، اللي اكيد ان شاء الله باذن الله معاها هتحب الرياضيات. ما ننساش تاني الاشتراك في القناه وعمل مشاركه للفيديو عشان يوصل لكل الامنيات وكل الطلاب الشطار التلاميذ. اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا فهمتوا مني، ومع السلامه، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي، مع السلامه.